حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي من الصبح لحد دلوقتي. الصبح نزلت لكم فيديو عن تنظيف الشقه، ودلوقتي نزلت لكم فيديو عملت اكله بسيطه برضو كده في السريع. هنا كان عندي، كنت انا نزلت الصبح يعني جبت طلبات للبيت، وجبت مكرونه وجبت فراخ، وراك فراخ وكده يعني. قلت هعمل مكرونه بالصلصه واعمل صينيه فراخ كده في الفرن. تمام. كنت انا بشرت لها بصلتين كده حلوين، وحطيت عليها بقى التوابل بتاعتها. طبعا احنا عارفين التوابل بقى: بابريكا، فلفل اسود، ملح، توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات لو عندك عايزه تحطيها عليها. ودعكتهم بيهم قوي قوي قوي، وحطيتهم مع الفراخ، حشيتهم بيها. تمام. حطيتها بقى على على البوتاجاز من فوق كده. انا كشفت عليها لحد ما تنزل بقى، شربت ميتها كلها خالص. ما بحطش فيها ميه يا جماعه خالص خالص، لان الفراخ اصلا بتنزل ميه بتاعتها. هنا كنت جهزت ميه اعمل فيها المكرونه. هنا بقى كنت عايزه اعمل بقى حاجه اشربها. عملت كوبايه نسكافيه، وقلت بقى على ما اعمل الاكل اشرب بقى. بحب انا بقى اشرب في وسط وانا بعمل الاكل. بعد الاكل احب اشرب بقى بس انا ما بشربش يا جماعه بعد الاكل ده شاي خالص خالص خالص. يعني بعد الاكل بساعه بساعتين ابتدي بقى ان انا اشرب كوبايه شاي. ده كنت انا بقى عملت النسكافيه ليا اشربه، وانا واقفه وانا يعني واقفه في المطبخ فبعمل الاكل، قلت اشرب اي حاجه سخنه كده. تمام كده. بسيب بقى انا البوتاجاز بقى، بقولك بسيب البوتاجاز، بسيب انا بقى الفراخ على البوتاجاز بتستوي بقى براحتها خالص خالص. واقلبها بقى طبعا من الناحيه التانية، بحطها الاول ناحيه العظم. تمام كده عشان ما تلزقش، يعني الجلد بتاعها ما يلزقش. وبعدين بعد ما بتستوي او تخش في مرحله السوا، بقلبها بقى على وشها، بحيث انها برضو بتاخد لون من فوق من البصل لما بيتكرمل من تحت، فبتدي لون حلو قوي قوي للفراخ. تمام. هنا بقى انا كنت حطيت ميه، حطيت فيها معلقه ملح، بحط فيها نقطه خل كده، عشان دي حله ألومنيوم ما تسودش. حطيت بقى مكرونه. نحب احنا المكرونه الاقلام دي يا جماعه مش في البشاميل بس، لا، وكده وبالصلصه برضو بنحب دي، والسباكيتي بنحبهم في الصلصه. تمام. هسيبها بقى تستوي بقى كده مع بعضها، او المكرونه بس تتسلق. هكون انا بقى عملت لها الصلصه. هنا بقى بنشف على الفراخ. شفتوا يا جماعه ما حطيتش لها ميه خالص خالص. هنا بقى كده بتستوي مع نفسها. دي لو مش حابه يعني تعمليها بقى تشوي بقى وتحطيها على الجريل او الكلام ده. هنا بقى كنت انا عملت الصلصه، نزلت بيها بشويه فلفل اسود، وهحط فيها برضو يعني يعني دي نص معلقه سكر. ليه بقى؟ عشان بتعادل الحموضه يعني. تمام. مع ان في ناس على فكره قالوا ملهاش علاقه خالص، بس انا بصراحه لما بحط شويه السكر دول، لا، بتظبط لي الصلصه. اي صلصه انا بحط فيها شويه السكر دول بتظبط الصلصه. هنا بقى كانت الفراخ استوت، وحطيت عليها معلقه صلصه كده من على الوش، لاني هدخلها في الفرن. هنا بقى كانت معايا طبعا الصلصه كانت خلصت. كنت انا هنا بقى مسبكت الصلصه قوي، وهدخل بقى الصينيه دي في الفرن. هتاخد وش بس،